يا زيزو يا حبيبي، يا أحلى نونة أنت يا جميل يا قلب ماما. بقولك يا حبيبتي أنا هركن هنا بس أنزل أجيب حاجة خفيفة كده ننقنق فيها، وبالمرة أجيبلك المشروب بتاعك المفضل، وأجيب ليا حاجة أشربها عشان أعرف أكمل كده بقية الطريق. ماشي يا حبيبي، بس ما تتأخرش علينا عشان نلحق نوصل لماما بدري، زمان زيزو وحشها قوي. وانت بقى يا زيزو يا قلب ماما، امتى بقى تكبر يا حبيبي عشان تاكل وتشرب معانا واجيب لك كل اللي بتحبه وكل اللي نفسك هتبقى فيه. ايه ده؟ حلوة قوي المصلحة دي. وكويس ان انا لابسة هدوم الشغل مش هدوم الشحاتة، وكمان جايبة معايا الصاعق. هو ده اللي انا بدور عليه بقالي فترة، طفل صغنن وام لوحدها. هنفذ الخطة بتاعتي دلوقتي، هروح قدامها واعمل نفسي تعبانة واترمي في الارض، واحاول اخطف منها الولد بأي طريقة. تعبانة الحقوني، مش قادرة هقع من طولي، حد يلحقني. يا لهوي، ايه الصوت ده؟ وايه الست اللي وقعت في الارض دي؟ يا لهوي، دي بتستغيث، دي ماتت دي ولا ايه؟ مفيش حد حتى في الشارع هنا يلحقها. يا لهوي، وساعة جوزي اتاخر اما اشوف دي مالها. قومي يا ستي، انتي مالك؟ انتي ايه اللي جرالك؟ قومي قومي، انتي اغمى عليكي ولا متي ولا عايزه مساعده ولا انتي قمتي ازاي؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انتي بتعملي ايه؟ مش قادره. إيه ده؟ سعاد، إيه اللي جرالك؟ ابننا فين يا سعاد؟ إيه اللي جرالك؟ عادل، انت لازم تتصرف وتعمل كل جهدك، مش عشان انك ضابط شرطة بس، لا ده انت عشان كمان صديقي. انت لازم تلقالي ابني يا عادل، اتصرف. انا من ساعة ما حررت المحضر في القسم الصبح ومفيش اي اخبار عن ابني. ازاي اتخطف بكل بساطة كده وبكل سهولة؟ احنا كنا في وسط المدينة، فين الامن وفين الامان؟ ماليش دعوة، اتصرفوا، أنا عايزة ابني، هاتولي زياد من تحت الأرض. المجرمة خطفته مني، شغلت الصاعقة عليا، وأول ما أغمى عليا خطفته وجريت. أنا عايزة ابني، اتصرفوا. انا عايزه اقولك يا مدام سعاد ان محدش ساكت، وخصوصا انا من ساعه ما اتحرر المحضر وعرفت الموضوع وما خليناش مكان في المدينه، لفيناها حته حته ومفيش ليهم اي اثر. انا عايزه اقولك برضو اطمني، احنا مش هنسكت، هنبذل اقصى جهدنا لحد ما نلقاه ونجيبهولك ويبقى في حضني. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه ملهمش أثر؟ ماليش دعوة، أنا عايزة ابني، اتصرفوا، ابني اتصرف يا سعيد، اتصرف. انت يا بيه اللي نايم في اللوكاندا هنا، اصحى كفايه نوم كده. انت هتنام للظهر ولا ايه؟ قوم ورانا شغل. خدت عالدلع يا استاذ. ايه يا ماما، في ايه؟ خضتيني يا ماما. هعمل ايه؟ غصب عني، نايم من كتر التعب، من كتر اللف في الشوارع يا ماما. بعدين انا جعان قوي، انا ما اكلتش حاجه خالص من امبارح. ومش هتاكل، ومفيش اي اكل ليك لحد ما تعرف تشتغل كويس وتجيب فلوس. مش تقولي بلف على رجلي طول الليل وانت زي قلتك ومش عارفه استفاد منك. يلا بسرعة ورايا على الشغل، ويا ريت النهارده تعرف تشتغل كويس وتجيب فلوس، والا هعاقبك كمان النهارده ومفيش اكل. حاضر يا ماما، حاضر. انا مش عارف انتي بتعملي معايا كده ليه؟ في ام بتسيب ابنها جعان بالشكل ده؟ انت يا واد قوم يلا، في عربية داخلة علينا اهي. قوم يلا صحصح كده ووريني الشغل، وزي ما قلت لك تطلع بأي فلوس بأي طريقة، وإلا مش هأكلك النهاردة كمان، سامع؟ بقول لك يا عمو، ممكن تديني فلوس كتيرة قوي عشان ماما ما تزعقليش، عشان لما مش بجيب لها فلوس بتزعقلي، عشان ترضى تأكلني. يلا يا بابا امشي من هنا، امشي من هنا، الفلوس كتير قال. ده اللي ناقص كمان، ايه طريقة الشحاتة الجديدة دي؟ عايز فلوس كتير عشان مامتك ترضى تأكلك على اساس ان في ام ما بتأكلش ابنها؟ امشي من هنا يلا، امشي لو وسط المجتمع. وبعدين بقى في اليوم ده انا مش هاكل النهارده كمان ولا ايه؟ انا قلت له يا ماما وهو مرضيش يديني فلوس وزعقلي وقال لي امشي من هنا. انت ولد فاشل فاشل، ما بتعرفش تشتغل وما بتعرفش تجيب فلوس وما بتعرفش تعمل حاجة خالص. انت ما فيش منك اي منفعة، انت معايا زي قلتك. يلا قدامي على البيت، وعقابا ليك النهاردة كمان مش هتاكل غير ربع رغيف لحد ما تعرف تشتغل كويس. يا ماما حرام كده، انا جعان قوي، انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ هو اللي مرضيش يديني فلوس، كنت اخد منه غصب عنه يعني. هو ده بس اللي انت فالح فيه، الا ماضى طبعا، وكمان انك ترد عليا. يلا قدامي على البيت. ممكن اعرف بقى فين الايجار؟ كل مره تقوليلي الشهر الجاي الشهر الجاي وما بتجيبيش حاجه. اكتر من كده هطردك بره البيت، انت سامعه؟
ممكن بس توطي صوتك وما تزعقيش عشان الولد نايم، انت كده هتصحيه وتقلقيه وتخضيه كمان. يا سلام، حوش حوش الحنية، على أساس إن قلبك عليه قوي، ما بشوفش العذاب اللي بتعذبهوله المسكين طول اليوم. حرام عليك يا مفترية، أنا عارفة كل حاجة وعارفة إن ده مش ابنك. صاحبتك اللي انتوا كنتوا شغالين سوا لما اختلفتوا مع بعض جت قالت لي كل حاجة، قالت لي إن انت خطفتي الولد ده من نص المدينة من مامته. استخدام الصاعق عرفتي تخطفيه، وكل ده عشان هي رفضت تخليكي تشحتي بابنها، انما روحتي تخطفي ده عشان يبقى ملكك لوحدك وتعرفي تشحتي بيه. لو انت ما جبتيش كل الفلوس اللي ليا عندك انا هبلغ عنك الشرطة. الغبية قالت لها كل حاجة. امشي يا حربوقة انتي. هعمل ايه بس دلوقتي؟ انا لازم اتصرف لها في فلوس. دي طلعت عارفة السر لحسن تبلغ عني بجد. انا مش عارفة ازاي ده. يلا مش مشكلة، محدش بياكلها بالسهل. اما اروح اكل حتة الفرخة اللي في المطبخ قبل الاستاذ ده ما يصحى. حاجة قرف. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ مش معقول، دي طلعت مش امي. احساسي كان صح، مفيش ام بتعمل كده في ابنها ابدا وتسيبه بالجوع كل الايام دي. ده انا حتى من الجوع ما كنتش عارف انام، وكويس اني ما كنتش نايم عشان كده سمعتهم. يعني هي خطفاني من اهلي كل السنين دي عشان تشحت بيا؟ لا، انا لازم اهرب من المكان ده بسرعة قبل ما هي تيجي، ما ينفعش اقعد معاها اكتر من كده. ياه، اخيرا هربت من البيت ده، بس هروح فين دلوقتي وهلاقي اهلي ازاي؟ ابو حميد، اخيرا. ايه يا ابني الغيبة دي كلها؟ ليك وحشة، كل دي اجازة؟ تسلم يا عادل على سؤالك. اصل سافرت انا واسرتي كام يوم كده اجازة، قلنا يعني نفصل شوية ناخد بريك يعني. 20 سنة وأنا بدور على أسرتي ومش عارف هما فين، وأكيد هما كمان بيدوروا عليا ومش عارفين مكاني. بتسافر مع أسرتك، ربنا يسعدك ويسعدهم. كان نفسي يبقى لي أسرة زيك كده، كان زماني حالي ما بقاش كده. كان زماني في وظيفة زيكم كبيرة وحلوة، وكان زماني متعلم. يلا الحمد لله. ياه، كان يوم عمل شاق أوي، تعبت أوي. ايه ده؟ مين اللي بيهدد استاذ احمد ده؟ لا، ايه ده شكله حرامي. ايوه، انا لازم اتصرف، هطلع اجيب العصايه، هو كده كده مش هياخد باله. لازم ادافع عنه، مش هينفع. تعالى هنا يا حرامي، خد خد خد. جاي تسرقه؟ احسن، يستاهل. انا مش عارف اشكرك ازاي يا هيثم. انت ولد شجاع قوي. انت لولا اللي انت عملته ده كان زمان الحرامي الواد ده اذاني او سرقني غصب عني بالاكراه. لولا ان انت جيت كده من ورا وهو اتخض، عرفت ادافع عن نفسي. شكرا ليك. لا لا، بتشكرني على ايه؟ لا شكر على واجب. دي اقل حاجة كان ممكن اعملها في موقف زي ده. بس انت اتصبت في دراعك من خبطة الشاكوش، وانا كده هبقى قلقان عليك. ما ينفعش اسيبك الا لما اوصلك بيتك، وكمان اطمن اهلك عليك عشان اكيد كده هيقلقوا عليك. انا ماليش اهل وماليش حد يسأل عليا. انا عايش في اوضة كده لوحدي. بس يلا مش مشكلة، ما تقلقش عليا، هبقى كويس. لا 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 لا، ازاي الكلام ده؟ ما ينفعش اسيبك وانت متعور اصلا بسببي، وحتى لو ما كانش بسببي ما ينفعش اسيبك في الحالة دي. انت هتيجي معايا البيت. أهلا أهلا أبو حميد، اتفضل يا حبيبي ادخل. شكلك كده معاك ضيوف. يا بابا، ده هيثم معايا في الشغل، شغال ساعي في المكتب. ماشي يا حبيبي، أهلا وسهلا بيه، ينورنا في أي وقت. تعالوا خشوا اتفضلوا نتكلم جوه. تعالى يا هيثم، اتفضل ادخل. انت مكسوف ولا ايه؟ تعالى، ما انتش غريب. تعالي يا ماما اعرفك على هيثم زميلي في الشغل. اهلا وسهلا يا حبيبي، نورتنا. عايزة أقول لكم على حاجة حصلت معايا النهاردة، بس ما تتخضوش، أنا بخير. هيثم عمل موقف شجاع قوي، أنقذني من حرامي كان جاي عايز يضربني ويسرقني وياخد كل اللي معايا، وبسببي هو انصاب في دراعه. ولما كنت عايزة أوصله بيته عشان أطمن أهله عليه، عرفت إنه قاعد لوحده وما عندوش أهل، فهو جه معايا هنا عشان يستريح واطمن على الجرح بتاعه. ايه ده؟ ازاي حصل الكلام ده؟ الحمد لله يا حبايبي ان انتوا بخير، والحمد لله ان انتوا جيتولنا بالسلامة. وشكرا ليك قوي يا هيثم على موقفك الشجاع ده. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا ابني، أنت فعلا ولد شجاع. وانتي يا هدى، روحي بسرعة اعملي لهم لقمة ياكلوها، زمانهم جايين تعبانين. احنا الحمد لله اطمنا عليهم ان هم بخير اهو، لحد ما اقعد مع هيثم واشوف الجرح بتاعه. من عيوني، في ثواني، حاضر.
معلش بس هو أنا ممكن أستأذنكم أطلع أغير هدومي ومش هتأخر عليكم، هنزل على طول. ما تتأخرش عشان الغدا هيجهز على طول. وانت يا هيثم يا حبيبي، تعالى نقعد هنا نتكلم شوية واطمن عليك. في دكتور صاحبي فاتح عيادة هنا جنبينا، تاكل بس يا حبيبي لقمة كده واخدك بقى عنده نطمن على دراعك. بس ايه موضوع يا حبيبي انك عايش لوحدك ده؟ فين عيلتك، باباك مامتك؟ ماليش أهل، أنا عايش لوحدي. واحدة خطفتني من أهلي وأنا صغير وهربت منها وأنا عندي 5 سنين. لما عرفت الحقيقة عرفت إن هي خطفتني من أمي من وسط المدينة، كان معاها صاعق واستخدمته وخطفتني وهربت. إيه؟ بتقول إيه؟ إيه اللي أنا بسمعه ده؟ مش قادر أصدق، أنت زياد، أنت زياد ابن أخويا، هو اللي اتخطف الطريقة اللي أنت بتقول عليها دي وفي نفس المكان من 25 سنة تقريبا. أنت أكيد زياد، أنت ابن أخويا، أنا مش قادر أصدق. الحقي يا هدى، تعالي ونادي على أحمد بسرعة، هيثم طلع هو زياد ابن أخويا. أنا مش قادر أصدق، يعني أنا لقيت عيلتي أخيرا، أنا بقالي سنين بدور عليكم. انت بتقول ايه يا حسين؟ مش قادرة اصدق بجد، ده زياد؟ ازاي؟ احكيلي، فهمني، عرفت ازاي؟ هفهمك، هحكي لك كل حاجة، بس الأهم دلوقتي نتصل بأخويا سعيد ومراته عشان يجوا يشوفوا ابنهم. أيوة يا سعيد، تعالى حالا، عندي ليك مفاجأة مش هتصدقها.